بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايبي ومرحبا. معانا النهاردة منتجات جديدة. ها أوريها لكم عبارة عن إيه؟ عن سنيكس مصري بس شكله غريب، فهيبقى شكله غريب شوية عن الناس يعني. ممكن في ناس تعرفه وممكن ناس ما تعرفوش. وهو ده أساسا محتواي على القناة، إن أنا أجيب المنتجات اللي ممكن تبقى غريبة بعيد عن الناس. بس قبل ما أبدأ عايزك تدعمني باشتراك وتدعمني بلايك وسبسكرايب. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تشترك فيه. تمام يا حبيبي، يلا نبتدي. هنبتدي بده منتج اسمه مون. هو منتج بطعم الجبنه المتبله، يعني حاجه عامله شبه الطبق كده بتاع صغير. اهو يا حبايبي قدامكم اهو، قدامكم اهو. ده عامل 5 جنيه بالجبنه المتبله، اهو شكله قدامكم اهو. القرمشه اللي فيه حلوه، جبنه المتبله بتاعته نضيفه وطعمها باين جدا. هديله 8 من 10. معايا برضو يعني حاجة شبهه كده بس من شركة تانية اسمه تك. ده برضو بطعم البصل والأعشاب. دي شكله، دي برضو سعره عامل 5 جنيه. نفتح ونقول بسم الله. نفتح برضو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو طعمه كريمي أكتر، يعني طعمه عامل شبه إيه؟ أكنك جايب الجبنة الكريمي وحطها عليه. البصل برضو باين فيه، والقرفشة برضو باينة فيه وطعمها حلو. وبرضو هديه 7 من 10. هنخش مثلا على ده منتج اسمه تاكو. هو تقريبا زي الاولاني تاكو. لا ده نوع تاني ده، اللي هو ايه، اللي هو بديل توريتوس. ده بطعم الجبنه والناتشو بالتوابل. لا هو مش زي التوريتوس يعني قوي، يعني هو ده شكله اهو وده شكله. ده شكله قدامكم اهو. ده برضه سعره عامل 5 جنيه، وده شكله قدامكم اهو. برضه القرمشه اللي فيه كويسه، الطعم خفيف شويه، بس القرمشه اللي فيه كويس، طعمها حلو. ليه برضه هديه 6 من 10. ده فشار اسمه بوبو كورون، اهو ده شكله. ده برضه سعره عامل 5 جنيه، ده بطعم الجبنة. ده برضه بالمناسبة ده نفس الشركة بتاعت اللي فاتت اللي عامل شبه الناتشو ده، اللي هو الأصفر. هو طرى، والطعم اللي فيه باين، وطعم الجبنة حلو. بس العيب الوحيد اللي فيه اللي هو طرى الصراحة، اللي هو طري. ده برضه هديه 5 من 10. ده بقى نخش على ده منتج اسمه فلاك. ده منتج مقرمشات، اللي هي المقرمشات الصيني اللي بتتباع في في المحلات اللي هي بتاعت المقرمشات، اللي هي المقلة. المقلة. دي شكله اهو. ده عامل 5 جنيه برضه. ده طعمه وفي كذا شكل اهو. ده الشكل الأول، وده الشكل التاني، وده الشكل التالت، وفي كذا شكل يعني. حلو بس يعني مش باين فيه نوع توابل معين. ان الطعم بتاعه عامل شبه طعم الفلفل اللي هو الحلو. وطعمه حلو، والقرمشه اللي فيه كويسه، وطعمه برضه كويس.
هو عباره عن ذره يعني. هديه برضو 9 من 10. نخش برضو على فشار بطعم الملح. هو نفس اللي فات برضو، اسمه آه، بوبو كارن. بشكل اهو. ده برضو سعره عامل 5 جنيه. ده زي ما قلنا بطعم المال. برضو نفس اللي فات، طعمه حلو بس طري شوية. هديه 5 من 10 برضه. ونخش على ده بقى. ده من شركة كارليتو. ده منتج سناكس برضه. طويل كده. هوريك شكله اهو. ده مبدئيا شكله قبل ما نشوف اللي فيه. ده سعره عامل 5 جنيه برضه. ده تبع شركة كارليتو. اسمه ايه؟ ستيكس. ده شكله من جوه. طعم الفلفل الحلو. طعم الفلفل الحلو اهو، ده شكله من جوه اهو. وده شكل الكيس. طعمه حلو، الفلفل باين فيه، بس برضه سوء تخزين، طري برضه. هديله برضه 5 من 10. خش بقى على منتج اسمه زيرو. المنتج ده يعني ما يعتبرش جديد ولا قديم. ده ده الكيس منه بسعره 5 جنيه، يعني جايب النهارده 3 قطع. واحد بالبيتزا، وواحد بالطماطم، وواحد بالفلفل الحلو. هنبتدي بالفلفل الحلو اهو، شكله كيس ب 5 جنيه زي ما قلنا. ودي شكله من جوه اهو. حلو، القرمشه بتاعته حلوه. بس مش باين فيه فلفل ولا حلو الصراحه. هو طعم عادي يعني، بس مش باين فيه الفلفل حلو. هو فيه يعني ايه، زي سنه حر في الاخر كده. ممكن يكون من الفلفل ده. هديله مثلا 6 من 10. هنخش على طعم الطماطم. دي شكله اهو برضه 5 جنيه. زو برضه 5 جنيه. وده شكله من جوه برضه اهو. شكله من جوه عشان نشوف. هو ده القرمشه بتاعته حلوه. والطماطم فيها باينه فيه اكتر. وطعمه واضح اكتر. دي هديله 8 من 10 برضه. نخش بقى على اخر طعم. بطعم البيتزا. زو برضه ب 5 جنيه برضه. ده شكله مختلف عن التانيين. عايز اوريكم شكله اهو. وده شكل الكيس بتاعه. وده شكله اهو. زي طعمه زي طعم توابل البيتزا العاديه. بس مش التوابل البيتزا نفسها. لا، التوابل اللي بتتجاب من عند العطار بتاعت البيتزا. وكده كده دي كان اخر كيس معايا. قبل ما ننتهي، يا ريت ما تنساش تصلي على النبي. ولو عجبك محتوايا تدعمنا بلايك وتعمل اشتراك في القناه وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.